هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما صلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهلي البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 16 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. وبمناسبة الذكرى السنوية لاعتقال الصحفيين في إريتريا والتي تصادف 18 من سبتمبر من كل عام، نقدم لكم تقريرا خاصا حول الأوضاع الصحفية والإعلامية في إريتريا. أما في الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا خبريا حول القيود الجديدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على المهاجرين الجدد للولايات المتحدة وتأثير ذلك على المهاجرين الإريتريين. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا الأولى عالميا في مجال الرقابة على الإعلام. مطالبات أفريقية برفع الحظر المفروض على السودان. القضاء النيجيري يصادق على فوز محمد بخاري بولاية ثانية. والمحكمة العليا الأمريكية توافق على فرض قيود للحد من المهاجرين في الولايات المتحدة. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أصدرت لجنة حماية الصحفيين والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها القائمة السنوية لأكثر الدول رقابة على الإعلام في العالم يوم الثلاثاء الماضي 10 من أكتوبر. واحتلت إريتريا المركز الأول على مستوى العالم في أكثر الدول فرضا للرقابة على الإعلام المكتوب والمرئي. وجاءت كوريا الشمالية في المركز الثاني، وتركمانستان في المركز الثالث، والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع، والصين في الخامس، وإيران في المركز السابع، وغينيا الاستوائية في المركز الثامن. واحتلت جمهورية روسيا البيضاء المركز التاسع في القائمة، والتي جاءت في مركزها العاشر كوبا. وتعتبر إريتريا من أسوأ الدول في مجال حرية الصحافة واعتقال الصحفيين، وتحتل دوما رأس القوائم لدى المنظمات المهتمة بحرية الصحافة مثل منظمة مراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومنظمة Human Rights Watch، ومنظمة العفو الدولية. نقلت وكالة السودان للأنباء عن وكالة الأنباء الأردنية قولها بأن الدول الأفريقية الثلاث غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، طالبت برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005. وأصدرت هذه الدول بيانا قالت فيه أن السودان شهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، وأن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي ألغى العقوبات المفروضة على السودان لهذا السبب. وتطالب هذه الدول مجلس الأمن باتخاذ نفس الخطوات وإلغاء العقوبات المفروضة على السودان. وتشمل العقوبات المفروضة على السودان حظر الأسلحة، وتجميد أرصدة الدولة في المصارف العالمية، وحظر السفر لبعض المسؤولين. ودعت الدول الثلاث ممثلي الحكومة السودانية الجديدة إلى تطبيق خارطة الطريق في محاولة لكسب صوت الولايات المتحدة إلى جنبها من أجل انتقال سلس للسلطة في السودان. على صعيد آخر، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للحكومة الانتقالية التي شكلها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة تهنئة لعبد الله حمدوك أن بلاده ستظل شريكا ثابتا للسودان، معربا عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع رئيس الوزراء السوداني تجاه القضايا المهمة بين البلدين بما في ذلك مكافحة الإرهاب. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي أكد في رسالته دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي شكلها رئيس الوزراء، والتي جاءت استجابة لإرادة الشعب السوداني، وانطلاقا من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية وإصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد للبلاد، وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة
بنهاية الفترة الانتقالية. بعد أكثر من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، صادق القضاء الأربعاء الماضي على إعادة انتخاب الرئيس محمد بوخاري لولاية ثانية بعد رفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة. وقال القاضي محمد جربة في أبوجا أن العريضة المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية تم رفضها رفضا باتا، مضيفا أن المدعين لم يجمعوا أدلة كافية لإثبات ما يزعمونه عن حصول اختلالات في عملية النظام الانتخابي الإلكتروني. وكان الرئيس محمد بوخاري مرشح حزب الجميع التقدميين المعروف ب-ABC قد أعلن عن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير بعد حصوله على 56% من الأصوات مقابل 41% حصل عليها منافسه الرئيسي عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي، الذي اتهم الرئيس المنتهي ولايته بارتكاب عملية تزوير وغش. وعقب ذلك قدمت المعارضة في مارس التماسا لإلغاء نتائج الانتخابات، ولكن الحكم الذي أصدرته المحكمة كان أكثر من متوقع ولم يشكل مفاجأة لأحد في نيجيريا. وأشاد بوخاري الأربعاء بقرار المحكمة، معتبرا في بيان أنه حقق العدالة بدون خوف أو محاباة، وشكل انتصارا للنيجيريين الذين اقترعوا بكثافة لانتخابه لولاية ثانية. وبالمقابل وعد حزب الشعب الديمقراطي بالطعن بالقرار أمام المحكمة العليا، مستنكرا محاكاة ساخرة للعدالة واعتداء على سلامة النظام القضائي. ولكن الحزب المعارض ضع في الوقت نفسه أنصاره إلى التزام الهدوء وعدم فقدان الأمل، لأن المحامين يعملون في الحصول على نتيجة مرضية في المحكمة العليا. وكان مراقبون محليون وأجنبيون قد أشاروا إلى مشاكل خطيرة شابت الانتخابات، وأحصت سقوط 53 قتيلا على الأقل في أعمال عنف ارتبطت بالانتخابات. قالت الBBC في خبر لها من واشنطن بأن المحكمة العليا الأمريكية منحت موافقتها على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد بصورة كبيرة من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء هناك. ووفقا للخطة فإن الأشخاص الذين يصلون عبر بلد ثالث يجب أن يطلبوا اللجوء هناك قبل الوصول إلى حدود الولايات المتحدة. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث بعد نشرتنا الإخبارية مباشرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إريتريا الأولى عالميا في مجال الرقابة على الإعلام. مطالبات أفريقية برفع الحظر المفروض على السودان. القضاء النيجيري يصادق على فوز محمد بوخاري بولاية ثانية. والمحكمة العليا توافق على فرض قيود للحد من الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، ونخصص الجزء الأول من حلقتكم لهذا الأسبوع وبمناسبة الذكرى السنوية لاعتقال الصحفيين في إريتريا لتناول صدارة إريتريا للدول التي تفرض رقابة على الإعلام المرئي والمكتوب وحلولها في المركز الأول عالميا. أما في الجزء الثاني نقدم لكم تعليقا خبريا حول القرار الأمريكي الأخير والذي يضع قيودا على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فأهلا وسهلا بكم ومتابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرينا. أصدرت لجنة حماية الصحفيين والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها القائمة السنوية لأكثر الدول رقابة على الإعلام في العالم، وكان ذلك يوم الثلاثاء 10 من أكتوبر الجاري. واحتلت إريتريا المركز الأول على مستوى العالم في أكثر الدول فرضا للرقابة على الإعلام المكتوب والمرئي، وجاءت كوريا الشمالية في المركز الثاني، وتركمانستان في المركز الثالث، والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع، واحتلت الصين المركز الخامس، وجاءت إيران في المركز السابع،
وغينيا الاستوائية في المركز الثامن، بينما احتلت جمهورية روسيا البيضاء المركز التاسع، وجاءت في المركز العاشر كوبا. وتعتبر إريتريا من أسوأ الدول في مجال حرية الصحافة واعتقال الصحفيين، وتحتل دوما رأس القوائم لدى المنظمات المهتمة بحرية الصحافة مثل منظمة مراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومنظمة Human Rights Watch، ومنظمة العفو الدولية. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الخبر، نقول أن هذا الشهر، أي شهر سبتمبر من كل عام، يصادف فيه يوم 18 من سبتمبر الذكرى السنوية لاعتقال الصحفيين في إريتريا، إضافة بالطبع كما تعلمون إلى مجموعة 15 الإصلاحية. ففي عام 2001 قامت الحكومة الإريترية بحملة أمنية شاملة اعتقلت فيها العاملين في الصحافة الخاصة، بما في ذلك رؤساء تحرير الصحف ونوابهم والعاملين في الصحف، وقامت بإغلاق الصحف، ولا زال العديد من الصحفيين معتقلين. وتحتل إريتريا مركزا متقدما في كبت حرية الصحافة وتعريض حياة الصحفيين للخطر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا هو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام المهتمة بحرية الصحافة والإعلام في العالم. ولجنة حماية الصحفيين هي هيئة عالمية معتبرة تعتمد على شهاداتها منظمات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة، ومقرها في نيويورك، وهي تقدم مؤشرات وتقارير حول أوضاع الصحافة والصحفيين في العالم، وتعتبر بمثابة مرجع مهم يمكن الاعتماد عليه. وهي تعمل جنبا إلى جنب مع منظمة مراسلون بلا حدود، والتي تعنى بحرية الصحافة في العالم، وتصدر الأخيرة تقريرا سنويا حول أداء كل دول العالم في مجال حرية الصحافة، ولديها تصنيف سنوي تضع بموجبه مراتب لكل دول العالم من حيث حرية الصحافة والصحفيين. وتعتبر تقاريرها أيضا ذات مصداقية عالية ومعتمدة في الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وذلك لأن المنظمة أي مراسلون بلا حدود تعتبر ضمن المنظمات والهيئات المراقبة في الأمم المتحدة. وإريتريا ظلت ولسنوات طويلة تحتل ذيل تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة بالتبادل مع كوريا الشمالية، فكوريا وإريتريا تتبادلان المركز الأخير بعد أن كانت إريتريا تحتله بصورة منتظمة خلال ال9 سنوات الماضية. وهذا العام أضافت إريتريا لقبا جديدا بكونها الدولة الأولى في العالم والتي تضيق على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب من خلال الرقابة اللصيقة ومتابعة المواد الإعلامية قبل النشر، والمصادقة على نشر وبث مواد محددة وحاصلة على الموافقة المسبقة. بالإضافة إلى ذلك تقوم إريتريا بتقنين خدمة الإنترنت ومنع وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات تبادل الرسائل النصية، وبهذا أصبحت إريتريا أدنى دول القارة الأفريقية في مجال خدمة الإنترنت والاتصالات، حتى أن الصومال تتفوق عليها بسنوات ضوئية. هذه إذاعة إرينا. يعزى هذا التضييق إلى سبب كبير ووحيد، وهو النظام السياسي الاستبدادي في البلاد. فهذا النظام يعرف تماما بأن تداول المعلومات وسط الجماهير يمكن أن يؤدي إلى هزات سياسية كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى ثورة جماهيرية عارمة. وآخر مشهد يمر بذاكرة النظام السياسي في إريتريا هو ثورة ديسمبر في السودان، والتي تمكنت وبعد صراع مرير من إسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير، والذي ارتبطت معه أسمرة بعلاقات جيدة ولفترات طويلة. وقبل ذلك كان هناك الربيع العربي وتجربة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أفكار التغيير والحث على تغيير النظام. كل هذه التجارب تدفع الرئيس إيسياس أفورقي على تشديد قبضته الحديدية على وسائل الإعلام والاتصال بغرض منع التململ الجماهيري. ولكن إلى متى؟ إذاعة إرينا،
صوت مستقل لإريتريا. أن احتلال إريتريا للمرتبة الأولى عالميا في مجال الرقابة على الإعلام معناه أن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاتصال والتواصل والتحرك والحصول على المعلومات تنتهك بشكل منتظم ومحسوب، وأنها تدخل ضمن حزمة الانتهاكات التي درج عليها حكم أسمر منذ التحرير وحتى اليوم، وهو أمر يعتبر تحديا للمعارضة والمقاومة الإريترية في الخارج، سواء كانت هذه المعارضة والمقاومة على شكل أفراد أو منظمات. فهؤلاء الذين يعيشون في المهجر ويملكون وسائل التواصل الاجتماعي كلها هم أمام تحد ينقسم إلى قسمين. الأول هو كيفية توظيف هذه الوسائل المختلفة بشكل بناء وفعال، والقسم الثاني هو كيفية خلق تواصل مع الداخل المقطوع عن العالم الخارجي. وما لم يتم التعامل مع هذين التحديين يظل التغيير في إريتريا بعيد المنال. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى الجزء الأول من برنامج تعليق على الحدث، وخصصناه لحصول إريتريا على المركز الأول عالميا في مجال الرقابة على الإعلام، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاعتقال الصحفيين في إريتريا، والتي تصادف 18 من سبتمبر من كل عام. وننتقل بكم الآن إلى الجزء الثاني، والذي يتناول قرار المحكمة الأمريكية العليا الموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب على تشديد القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة وتأثير ذلك على المهاجرين الإريتريين إلى أمريكا. فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كما أشرنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل في صدر نشرتنا الإخبارية، فإن المحكمة العليا الأمريكية وافقت على قرار الرئيس الأمريكي فرض قيود جديدة على الهجرة، وهي تعتمد على رفض طلبات اللجوء التي مرت عبر دول ثالثة إلى الولايات المتحدة، وتشمل هذه الخطوة كل الداخلين للولايات المتحدة عبر المكسيك بما في ذلك المهاجرين الإريتريين. والقرار يشير إلى إمكانية رفض وإبعاد كل المهاجرين الواصلين إلى أمريكا عبر بلد ثالث، وهو نفس النظام المطبق في أوروبا والمعروف باسم اتفاقية دبلن. وتستمر التحديات القانونية ضد القرار، ولكن قرار المحكمة العليا يعني أنه يمكن تطبيقه في شتى أرجاء الولايات المتحدة. وقال الرئيس ترامب في تغريدة له: فوز كبير للمحكمة العليا في الولايات المتحدة للحدود بشأن اللجوء، والحد من الهجرة هدف رئيسي لرئاسة ترامب، ويمثل جزءا رئيسيا لخطته لإعادة انتخابه في 2020. وعندما تم الكشف عن الخطة في يوليو الماضي كادت أن تمنع من التنفيذ، ولهذا تنظر وسائل الإعلام الأمريكية إلى موافقة المحكمة العليا على أنها نصر لإدارة الرئيس ترامب. فماذا تعني التغييرات؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عادة ما يسافر المهاجرون من أمريكا الوسطى شمالا عادة سيرا على الأقدام عبر المكسيك حتى الوصول إلى الحدود الأمريكية، ويفر الكثير من الذين يصلون من العنف والفقر. وعمليا تعني التغييرات أن المهاجرين من هندوراس ونيكوراغوا والسلفادور يجب أن يطلبوا اللجوء أولا في بلد مجاور أو في المكسيك، ولكن يؤثر على أشخاص من خارج المنطقة أيضا كاللاجئين والمهاجرين الإريتريين. وقال المجلس الأمريكي للحريات المدنية الذي يسعى لتحدي القرار أمام القضاء أنه يحد بصورة كبيرة من الذين يحق لهم طلب اللجوء في الولايات المتحدة. وقال المجلس في التماس: سيؤدي الحظر الحالي إلى إيقاف اللجوء في الحدود الجنوبية حتى في منافذ الدخول القانونية للجميع بخلاف المكسيكيين. وما زال يمكن لأي شخص رفض طلب لجوءه في بلد ثالث أو كان ضحية لمهربي البشر التقدم بطلب اللجوء. فلماذا تثير الخطة الجدل؟ تؤدي الخطة الجديدة إلى إلقاء قواعد معمول بها منذ زمن طويل تقضي بأن الولايات المتحدة تنظر في طلبات اللجوء أيا كانت الطريقة التي وصل بها الشخص إلى حدودها. وفي المحكمة العليا المكونة من 9 قضاة رفض فقط قاضيان هما
الليبراليتين التوجه روث بادر جيزنبرغ وسونيا سوتوماير القرار. وكتبت القاضية سوتوماير مرة أخرى أصدر الفرع التنفيذي قراراً يسعى لإلغاء الممارسات المعمول بها منذ أمد طويل بشأن اللاجئين الذين يطلبون اللجوء من الاضطهاد. الطريق إلى الولايات المتحدة خطر، حيث تستهدفهم العصابات في أمريكا الوسطى بصورة متعمدة لأنهم ينظر إليهم على أنهم ضعفاء أكثر من غيرهم. وتوجد تساؤلات بشأن قدرة المكسيك وغواتيمالا على التعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء، كما أن المكسيك رفضت مرارا أن تصبح دولة ثالثة للولايات المتحدة، حيث يعني ذلك أنها ستصبح ملاذا للاجئين. هل يؤثر هذا القرار على المهاجرين الإريتريين إلى الولايات المتحدة؟ هذه إذاعة إرنا. المطالبة باللجوء في بلد الوصول مشابه للإجراء الأوروبي المعروف باسم اتفاقية دبلن، وهذه اتفاقية أوروبية اقترحتها بريطانيا. وبموجب هذه الاتفاقية يجب على الشخص الذي يصل إلى أوروبا تقديم طلب اللجوء في أول بلد وصل إليه. فإذا فرضنا بأن أحد الإريتريين وصل عن طريق ليبيا إلى إيطاليا وبعد ذلك غادر إلى ألمانيا، ففي هذه الحالة وبموجب اتفاقية دبلن فإن السلطات الألمانية لن تنظر في طلبه وسوف تعيده إلى إيطاليا باعتبارها أول بلد يصل إليه المهاجر المقصود في أوروبا. ويشمل هذا الإجراء البصمة وتأشيرة الدخول من السفارات. فإذا حصل الإريتري على تأشيرة سويسرية من السودان مثلا وقدم طلب لجوء في السويد، فإن السويد سوف تعيده إلى سويسرا بموجب التأشيرة التي يحملها. وعندما قدمت بريطانيا هذا المقترح فإنها كانت تعرف سلفا وباعتبار أنها جزيرة منفصلة عن أوروبا أن اللاجئين لن يصلوا إليها إلا بعد مرورهم بعدة دول أوروبية. وعلى هذا الأساس تقوم بريطانيا وبموجب اتفاقية دبلن هذه على إعادة طالبي اللجوء من حيث أتوا، وهو نفس الإجراء الذي وافقت عليه المحكمة الأمريكية العليا. المتضرر الأول هم مهاجري أمريكا الوسطى، ولكن هناك أيضا الإريتريين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر المكسيك أو كوبا. فهناك عدد كبير من الإريتريين وصل إلى أمريكا عبر المرور بأوروبا ثم المكسيك ودخلوا أخيرا إلى الولايات المتحدة. ولكن بموجب هذا القرار الجديد فإن الإريتريين الذين يدخلون إلى أمريكا عبر المكسيك سوف ترفض طلبات لجوءهم وربما يعادوا إلى المكسيك، فلذلك يجب توخي الحذر من هذه المخاطرة. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل الجزء الثاني من التقرير الخبري حول قرار المحكمة الأمريكية العليا الموافقة على خطة الرئيس ترامب على تشديد القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة وتأثير ذلك على المهاجرين الإريتريين. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. إريتريا الأولى عالميا في مجال الرقابة على الإعلام. أصدرت لجنة حماية الصحفيين والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها القائمة السنوية لأكثر الدول رقابة على الإعلام في العالم يوم الثلاثاء الماضي، واحتلت إريتريا المركز الأول على مستوى العالم في أكثر الدول فرضا للرقابة على الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، وجاءت كوريا في المركز الثاني. مطالبات أفريقية برفع الحظر المفروض على السودان. نقلت وكالة السودان للأنباء عن وكالة الأنباء الأردنية قولها بأن الدول الأفريقية الثلاث غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية طالبت برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005. القضاء النيجيري يصادق على فوز الرئيس محمد بوخاري بولاية ثانية. بعد أكثر من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، صادق القضاء يوم الأربعاء الماضي على إعادة انتخاب الرئيس محمد بوخاري لولاية ثانية بعد رفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة. وأخيرا المحكمة العليا الأمريكية توافق على فرض قيود للحد من الهجرة. قالت البي بي سي في خبر لها من واشنطن بأن المحكمة العليا في الولايات المتحدة منحت موافقتها على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
للحد بصورة كبيرة من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء في أمريكا. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وأذكركم أيضا بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.